عزيزي المشجع الجميل، هل مباراة السوبر المصري أهم من مباراة السوبر المحلي؟ ده سؤال مهم. وشفت احتفالات رئيس نادي الزمالك وايه الفرق بينها وبين احتفالات رئيس النادي الاهلي، وده ياخدنا لنقطة ثالثة الا وهي سؤال مهم جدا لإدارة نادي الاهلي وايضا لجمهوره. دول 3 نقاط يا عزيزي هنتكلم فيهم في الفيديو ده. بس في البدايه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مشترك في القناه تشترك، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملها متابعه. ويلا بينا نخش في التفاصيل. النقطه اللي كل الزملكاويه بيتكلموا فيها دلوقتي بعد فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري على نادي الزمالك، الا وهي ان انت مش هتفرح فرحتي وانا مش هزعل زعلتك. انا كسبتك في كاس السوبر الافريقي وانت كسبتني في كاس السوبر المصري اللي هو محلي، وانا كسبانك في بطوله قاريه، فدي بطولة أهم من البطولة اللي أنت كسبتني فيها. تمام وجميل و100 فل و14، بس بالعقل ونفس المنطق اللي انت بتحكم عليه ده انت ما عملتش بيه قبل كده لما طلعت بعد السوبر الافريقي وقلت لي اصل قضيه منسي شبه قضيه قفشه ودي واحده قصاد واحده، وقارنت بشكل كبير جدا ما بين السوبر الافريقي ودوري الابطال الافريقي. انت هنا استخدمت نفس العقل والمنطق تماما اللي بتنتقده دلوقتي، الا وهو ان دي بطوله قاريه وانا كده بطل ابطال القاره وانت يعني على الله، والسوبر الافريقي قصاد النهائي القرن ودي تمام و100 فل 14 وخلاص كده خالصين. لا مش خالصين، لان البطوله الاهم هي دوري ابطال افريقيا مش السوبر الافريقي. مش بطوله من ماتش واحد كسبتني فيها بضربات الجزاء، لكن دي بطولة من وقت طويل جدا على مدار سنة كاملة بتتلعب، وفي النهاية بتؤهل لكأس العالم للأندية، فدي أهم بطولة في القارة. فمعنى أن أنا أكسبها وأكسبها منك فده شيء كبير جدا. فما تجيش تقارنه ببطولة تانية من ماتش واحد وتقول لي أصل أنا بطل أبطال القارة. دي نقرة ودي نقرة. لكن لو أنت مشيت بالمبدأ ده يبقى ما ينفعش تيجي تنتقدني دلوقتي وأنا بحتفل بالسوبر وتقول لي دي مش زي دي، زي برضو ما دي مش زي دي. فلازم أن تثبت منطق معين تمشي عليه. مش اي بطولة تكسبها تبقى اعظم بطولة في الكون، واي بطولة تخسرها تبقى اتفه بطولة في الكون. لازما يكون في معايير وفي عقل واضح ان احنا نمشي بيه ونتكلم بيه مع بعض. تمام. نيجي بقى للنقطة الثانية الا وهي احتفالات رئيس نادي الزمالك لما كسب السوبر الافريقي، وبص شوف رد فعل رئيس النادي الاهلي لما كسب السوبر المحلي. السوبر الافريقي لما كسبوا نادي الزمالك طلع الكابتن حسين لبيب بعد المباراة مباشرة وقال لك البسوا الاسود عشان بيخافوا منه، ويعني فرحة هستيرية كبيرة، ويعني بص مفيش بعد كده، ده خلاف بعد كده الحفلة الكبيرة وطبل وزمامير ومش عارف ايه وفنانين وحاجة ضخمة جدا. من حقه يحتفل، بس مش من حقه انه يقلل مني يقول لك البسول الاسود عشان بيخافوا منه. وده فيه اسقاط على فيلم كان معمول، يعني فيلم تاريخي وثائقي عن الموضوع ما بيننا ومين اللي ما يسموش. فما ينفعش انت تقول الكلام ده. بص بقى شوف رد فعل رئيس نادي الاهلي عمل ايه، وفي فيديو منتشر بعد الفوز على طول بالبطولة بعد ما عمر جابر ضيع الكوره. الكابتن محمود الخطيب اهدوا خلاص تمام مفيش مشكله وخير وتمام ومفيش ادنى مشكله عند الكابتن محمود الخطيب ولا المسؤولين في النادي الاهلي. بالمناسبه الكابتن محمود الخطيب ولا عمل فيديو ولا عمل حاجه ولا طلع هيص ولا زغرط ولا اي الكلام ده، هو يا دوبك صوره مع الكاس وبالشفا وخلاص على كده. فده يوري لك الفرق ما بين هنا وهنا، والعقليه هنا وهنا. هتقول لي يا عم من حقه، تمام من حقه، بس ما يقللش مني. من حقه بس في النهايه لازما يخاف على صورة مسؤول رئيس نادي الزمالك. ودي النقطة الثانية اللي بتوصلنا للنقطة الثالثة. هو احنا ليه ما بنعرفش نفرح؟ احنا كجمهور النادي الاهلي ما بنعرفش نفرح، وايضا ادارة النادي الاهلي مش مساعدة ان احنا نعرف نفرح. يعني ليه؟ اقول لك، انت بعد المباراة كسبتها وفي فوز وكبير جدا، بعدها في مباراة هتيجي بعد 3-4 ايام او 5 ايام هي كأس العالم او الانتر كونتيننتال، تمام مفيش مشكلة. بس هنا لازم تفرح على الاقل في اليوم ده، على الاقل بعدها بيوم كمان تدي فرجة للعيبة انها تفرح، انها تطلع في انترفيو، انها تتكلم، انها يعني شم نفسها شوية. ولازم تعودهم ان هم يفرحوا عشان لما يجي يقفلوا على نفسهم ما يحصلش اللي حصل قبل كده. لو تفتكر
الاحتفاليه بتاعه الدوري اللي احنا احتفلنا بيها وكانت هيصه وزنبليطه، لان مش متعودين على الفرحه، فخدت وقت وخدت تفكير كبير من اللعيبه وراحوا بثقه زياده ومش عارف ايه، فبالتالي خسروا السوبر الافريقي. هنا لانك مش معودهم على الفرحه، هنا لان انت مش معودهم ان بعد كل بطوله بنهيص وبنزغرط ومش عارف ايه والكلام ده كله والاحتفالات الكبيره دي. في كل الدول العالم او في كل الفرق العالميه بيفرحوا وبياخدوا وقت طويل، لكن هنا بقى بتفرق عقليه اللعيبه ان هي بتفصل. وهنا لازم الكابتن محمد رمضان اللائحه الجديده اللي بيظبطها لازم يحط فيها النقاط دي، لازم يوصل للعيبه ان احنا هنفرح وهنبسط وهنعمل كل حاجه، بس اول ما نخش معسكر، بس اول ما نبدا تركيز في مباراه قادمه ننسى اللي فات تماما. لكن مش كله ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ده يعني بيخلي اللعيبه عندها كبت وبيخلي الجمهور ما يعرفش يفرح، بدليل ان لما منافسك يكسب بطوله بعد يعني قرن من الزمان بيفرح بيها وبيهيص وبيفضل ماسكها لايام طويله. وهنا من حقه زي ما برضه انت من حقك انك تفرح ببطولاتك وتفرح مع جمهورك وتخلي اللعيبه زي ما قلت لك تطلع انترفيو، لان الكلام ده كمان بيساعدهم على انهم يقللوا مطالبهم مع النادي الاهلي. لان انت لما تطلع في لقاء تلفزيوني هتاخد فلوس تمام، فانت تيجي بعد كده تقول له بص انا بكسب بطولات فبطلعك وبتكسب برضو منها فلوس والكلام ده كله، هيطلع باذن. ويبقى لعيبه بتعرف تتكلم مع الاعلام، بتعرف تطلع الكلام كويس، ما بيستفزوش، مش عارف ايه، تصريحاتهم بتكون رزينه عشان بالتالي يهدوا الجمهور في اوقات الخساره. ايوه في اوقات الخساره لازم يطلعوا يدوا مبررات، وفي اوقات المكسب يفرحوا مع الجمهور ويفرحوا جمهورهم بيهم، ده اكيد. فلازم لعيبتك تطلع في اوقات الفرح وتطلع في اوقات الخساره، لازم. ولازم يكون في اتزان كبير عند اللعيبه. وهنا رساله للعيبه، ممكن يكون المسؤول مش قادر ان هو يخليك تفرح علشان خاطر عقليتك لما بتفرح بتفلت منك وبتوسع منك قوي، لكن انت لازم تفرح على قد الفرح وتركز على قد التركيز بتاع المباريات المهمه. دي رساله لمجلس اداره النادي الاهلي وايضا لعيبه النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، لازم نتعلم ازاي نفرح. ما ينفعش كده، مش كده ولا يا عزيزي؟ ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، لو مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس، لو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملنا متابعه. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.